يبحث الإنسان دائما عن طرق تقربه من أهدافه وتختصر عليه مشقة الطريق وطول الانتظار، وبين السعي المادي والسعي المقرون بالإيمان واليقين يظهر فرق كبير في النتائج وفي سرعة الوصول. ففي الوقت الذي يعتمد فيه البعض على الجهد وحده، يكتشف آخرون أن الجمع بين العمل والأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله وذكره يفتح أبوابا من التيسير والبركة لا تخطر على بالك. ومن هنا يبرز مفهوم طي الزمن، وهو أن يبارك الله في الجهد والوقت ويتحقق في زمن قصير ما قد يحتاج عادة إلى سنوات طويلة. اليوم سأكشف لك كيف تطوي الأرض والزمن لصالحك بسورة البقرة والاستغفار. اللهم إنا نتجرد من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كيف يصير طي الزمن على أرض الواقع؟ الفرق بين أنك تعيش بالسعي المادي وبين السعي باليقين هو فرق السماء عن الأرض. السعي العادي يتماشى فيه معادلة 1+1=2، مسار بطيء ومرهق ويلزمه وقت طويل وصبر أطول. ولكن عندما تدمج شغلك مع سورة البقرة والاستغفار، المعادلة تصبح خطوة زائد يقين تساوي قفزة ل10 خطوات للأمام. السر هنا أن الله يختصر عليك التجارب الفاشلة، يعني بدل أن تخطئ وتتعلم الدرس في 10 سنين، الله يعطيك البصيرة والحكمة أنك تأخذ القرار الصحيح من أول مرة وتصل للهدف مباشرة. وهذا هو الطي الزمن الحقيقي، أن تسبق عمرك بإنجازاتك وأنت في حالة سلام. أولا، الاستغفار هو عملية تنظيف المسار من العوائق. الاستغفار ليس فقط لمحي الذنوب، هو أقوى أداة لفك الارتباط بكل شيء يعطلك ويوقف حالك. عندما رب العالمين قال ويمددكم بأموال وبنين، كان يصف عملية فك الحظر النفسي والواقعي الذي نحن السبب فيه بأخطائنا وتراكماتنا. تخيل حياتك مثل السيارة والمكابح، أنت تقود ولكن السيارة واقفة في مكانها وتحرق الوقود لوحدها. الاستغفار يأتي ليرفع هذه المكابح فتنطلق حياتك بسرعة البرق. هذا الشيء يشبه كثيرا إعادة برمجة العقل الباطني وتنظيف المعتقدات المعطلة، لكن الفرق أنك تستمد القوة من الخالق مباشرة بدون أي وسيط. سنتكلم الآن عن خطة الارتقاء وكيف نبدأ. لكي تضمن أنك ذاهب بسرعة، يلزم التخلص من الأثقال التي تسحبك للوراء. أولا، توقف عن لوم الظروف وتحمل مسؤولية حياتك، لأن المفاتيح سورة البقرة والاستغفار أصبح بين يديك الآن. ثانيا، اقطع المشتتات. تصفح الهاتف الذي ليس له أهمية هو أكبر من يسرق بركة يومك. ثالثا، ارمي فخ المثالية وراء ظهرك وابدأ بالذي تستطيع عليه الآن، سورة البقرة اليوم والاستغفار من هذا الوقت وليس إلى الغد. لا تؤجل. أهم شيء الاستمرارية.
السر ليس بأن تكون بطلا ليوم واحد، السر أن لا تستسلم مهما كانت الضغوط، لأن الذي يمشي مع الله الطريق دائما تتيسر أمامه. سورة البقرة وكيف تختصر عليك سنين الانتظار. سورة البقرة في الواقع هي المحرك الحقيقي لشيء نسميه البركة، والبركة باللغة ليست فقط زيادة المال. عندما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عنها أخذها بركة، كان يعطينا مفتاحا سريا لتقليص الوقت والانتظار. بالمنطق العملي البركة هي مضاعفة القوة، يعني عندما تلتزم بها الله يطوي لك الساعات فتصير تنهي عمل يوم كامل في ساعتين، وتصل لأهدافك الوظيفية أو الشخصية بدل سنين من التعب لتصل إليها. هي تخلق لك حالة من التدفق العالي الذي يحكي عنه علم النفس، وتحمي وقتك لكي لا تضيع في تفاهات الأمور أو التعطيلات المفاجئة التي لا تكون في الحسبان. علاقة سورة البقرة بطي الزمن. سوف أتكلم عن موضوع ديني لأنه يلزمني قول السر الذي اكتشفته. سؤال: هل فكرت قبل هذا الوقت لماذا هناك أشخاص تشعر أنهم يسبقون الجميع بسنوات، مع أن يومهم 24 ساعة مثل يومك تماما؟ في الغرب يسمون هذا الشيء بالقفزة النوعية التي تختصر العمر والزمن، ولكن الحقيقة التي تغيب علينا أن هذا السر موجود بديننا وبين أيدينا. والفكرة ليست فقط عبادة يومية، الفكرة أنك تقوم بتشغيل محرك الأقدار الذي يمحي المسافات ويدعك تصل لما تريده في لمح البصر، بينما غيرك لا يزال يمشي خطوة بخطوة. في النهاية يبقى الطريق الحقيقي للاختصار في الزمن وتحقيق الإنجاز هو الجمع بين العمل الجاد واليقين بالله مع الاستمرار في الذكر والاستغفار والالتزام بما يقرب العبد من ربه. فعندما يصفو القلب وترتفع العوائق الداخلية تتجلى البركة في الوقت والجهد، فيرى الإنسان نتائج لم يكن يتوقعها. وهكذا يصبح طي الزمن ليست مجرد فكرة، بل تجربة يعيشها من يسير بثبات ويستمر بدون يأس، ويجعل علاقته بالله أساس كل سعي في حياته. إلى هنا تنتهي رحلتنا اليوم. لا تنسوا الاستغفار دائما وأبدا، وشاركوني قصصكم الملهمة مع الدعاء والاستغفار والقرآن في التعاليق، لعل قصة واحد منكم تكون سببا في أمل لغيركم. اللهم يا من أجبت دعاء المضطر إذا دعا، وكنت ملجأ حين تضيق بنا الدنيا، كما شفيت قلبي وأرشدتني لهذا الطريق، اشفي كل قلب متعب يشاهدني الآن. اللهم من بكى سرا وضاق صدره فاربط على قلبه كما ربطت على قلبي. اللهم لا تجعل تعلقنا إلا بك ولا رجاءنا إلا فيك، واجعل كل ألم مررنا به طريقا يقودنا إليك، وأثرا يبقى بعدنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم آمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى فيديو قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.